الخيرة من أمرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل مبينا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين آمنوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أيها الذين آمنوا اذكروا الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحجتهم يوم يرون لهم وعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحرمنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجو من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما عليما لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا لك أزواج إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تدركوا رسول الله ولكن فليجعل الذين بين ذلك وعند الله عظيما أو تبوا بين الله لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمؤمنون في المدينة لنغرينك فيهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا والمؤمنين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا الذين خلقوا من قبل وهديت بسنة الله التي يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا مع الكافرين عذابا قليلا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ذنبهم العذاب وارحمنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والحمد لله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكثر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة لعذاب الله الأليم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض فنرسل عليهم من السماء إن في ذلك آية لكل عبد منيب ولقد آتينا يا جبال أوبي ما وزين وأنا لولا وقدر في السد واعملوا صالحا ما ثمروا ولسليمان الريح غدوها
شتاؤها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه ومن يذب من أمرنا نجر من عذاب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات نمر كانت موسى وخليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما غر تبين دين ما لو كانوا يظلمون غير خالقته بالعذاب المهين في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي كل أمر وأهل وشيء من ذلك جزيناهم بما كفروا ويجازى إلى الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا بها السير سيروا بها لياليها أيامها فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو من أهل الجنة وربك على كل شيء قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما يشركون له منهم من لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا أعطى العلي الحكيم يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى في ضلال مبين لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين أنعمتم في شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم مئات يوم لا تسألون عنه ساعة ولا تستقدمون قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض الذين كفروا لولا أنتم لكنا مؤمنين للذين استضعفوا ونحن صدقناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم وكنتم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة أما رأوا العذاب وجعلنا